اسمح لي ونبداو. على العباره، ولكن هذا الفيديو هذا غادي نتكلم على الرجل المخصي. غنهضر على الريد بيل، الحبه الحمراء، ولكن لا كنت لحت لكم الدراري دخلوا لي واش برا كنت لحت لكم واحد الحلقه انا واحد الصديق من الدراري اللي فريمون ريد بيلين هم راه لحت لكم باقي ان شاء الله بتكون حلقه وتقدر تكون يكون معايا هاد الانفيتي غادي يكون معايا هنايا ان شاء الله واحد البنت من البنات اللي فيمينيست في المغرب من الناس اللي دايرين هذيك الحركات اللي فيمينيست في المغرب. الصيغه ديالها الاسلاميه. تبع معايا ووجد راسك باش انك تشرب واحد الحبه حمراء مره في الطعم ديالها، ولكن لمصلحتك غادي تفيقك. في الاول بغيت نسولك، واش مازال باغي تعيش في الاحلام، ولا عارف راسك باللي عايش في الاحلام وبغيتي تفيق؟ ماشي صدفه انك حس براسك غريب في هذا العالم كيفاش كيتعامل معك كرجل. كل نهار كتحس بان بحال كيغسلوا الدماغ ديال الرجال بالمسلسلات، التلفازه، مواقع التواصل الاجتماعي، المؤثرات اللي الحاجه اللي بغيت نتسائل عليها الاغلبيه تيدوي بهاد الصيغه ديال تيغسلوا لنا الدماغ تيديروا لنا شكون هما. حدد لي اولا شكون هما، شكون اللي تيغسلوا لك الدماغ. مثلا بتقول لي شكون، تقول لي الدوله ما يمكنش ما جاتش ما راكباش. شكون بتقول لي الميريكان. علاش وكيفاش و حتى هي ماشي لوجيك ماشي منطقيه. شكون خويا الياس حدد لي شكون، الله يرحم ليك الوالدين قبل ما نبداو معاك، حدد لي شكون هما دول تيغسلوا لنا الدماغ وتيديروا لنا هادشي. اغلبهم مطلقات فاشلات اللي كيحاولوا انهم يعرفوا الرجوله، وكتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. حتى في المدارس، في الخطاب، في المجال ديال العمل، كلشي كيشجع الرجال باش يكون داك الرجل لطيف كيوت. ما بغاوش الراجل انه يفرض الكلمه ديالو، بغاوه غير يسمع ويطبق ويساير ويمشي مع الموجه. ولكن شكون هما هادو اللي بغاونا نمشيو مع الموجه وبغاو الرجال يكونوا بحال هكا؟ شكون هما؟ ولكن في المقابل شنو كيقولوا للمراه؟ كيقولوا لها تحرري راسك، كوني حره، انطلقي، ما تخليش شي واحد انه يكون القائد ديالك، انت اللي خصك تكوني القائد، سيطري. وهكا تقلب كل شيء في المجتمع. الراجل مع الاسف تيق وخضع، والمراه خارجه كتحارب في الفطره ديالها، ولكن ما حساش، فرحانه. وهكا كبرنا وحنايا كناكلوا في الاكاذيب، كنعيشوا بالاكاذيب. الكذبه ديال المساواه راه شي حاجه زوينه، والقوامه هذه راه استبداد، كذبوا عليها وقالوا لها راه الطاعه راه ضعف، والحياء راه تخلف ورجعيه. وبشويه بشويه تحولنا لواحد الجيل ما بقاش عارف الصح من الخطا. الراجل عايش في جسد ديال الراجل، ولكن بدون روح وشخصيه ديال الراجل. النساء فرحانين بالحريه ديالهم وهما كيحاربوا الفطره ديالهم. شنو هي الحبه الحمراء؟ الاسم جاي من الفيلم ذا ماتريكس. انا ما نكذبش عليكم تتجيني ما كاينش شي واحد اللي داير لنا حنا هادشي، ولا شي واحد اللي خالق لنا هادشي. حنا خلقناه من راسنا، خلقاتو ليكونومي. مادام انه واحد الوقيته تيوليو فاش تعطي واحد السلطه للراجل كما زمان تكون ليكونومي شويه خفيفه. كما كنت ذكرت شحال هذا تقدر انه مثلا تلقى راجل انه يقدر يتزوج 4 ديال العيالات ويولد 14 دري 20 دري وتجي نورمال. دابا ما يقدرش. لاخطا اللي مسك عليه الله ديال بصح من الناس نهضروا حنا عامه الناس كما نحن كما الطبقه الفقيره والمتوسطه او شبه المتوسطه. صعيب على اي واحد يتزوج هي وحده دابا حاليا، وحتى لا تزوج وحده ما تيقدش ولد ولا جوج ما تيقدش يفوتهم، حيت الا فاتهم بيولي في ازمه ماليه خانقه فريمون خانقه. وهادشي اللي تيخلينا باش تولي الانثى حتى هي تيخصها تخدم وحتى هي تيخصها تقرا، حيت ضروري من العلم. ماشي العلم انه ولا القرايه بقات نقدروا نكادريوها في الراجل. حتى العيال راه عندهم عقل عندهم دماغ، حتى هما راه انسان، دونك حتى هما راه غادي يفيدوا حتى هما راه غادي يفيدوا المجتمع. مادام انها قرات
دونك راه غادي تفيد المجتمع. وما يمكنش ان تجي واحد البنت تقرا حتى تقبض الباك ديالها وتقبض ليسون تقبض ماستر وتقبض دكتوراه وتقول لها لا قعدي في الدار. هذه راه امبوسيبل. مادام انه واحد السيد كأب خاطر على بنته دم جوفو باش انه يقريها وتكبر وتير وكذا، وتجي واحد النهار وتقول لها انت لا قعدي، راه لا اخترت انت بتوفر لها شي حاجه اللي خارقه. وماشي ابار هادشي اغلبيه البنات ولا كالدرارة ماشي تيبي يخدم على اساس انه الفلوس، انه على قبل الفلوس ولا على قبل الله مشى لنا الفيديو، على قبل الفلوس ولا على قبل شي حاجه بحال هكا. عرفنا باننا ماشي على قبل الفلوس، على قبل بيدير شي حاجه تحس براسك مفيد لهذا المجتمع، مفيد لهذا الارض، مفيد لهذا الكون. انت دير شي حاجه ماشي غير يتدير وصافي. وهاد العباد اللي ما تفهمهاش بزاف نتاع الناس، لا المراه دابا راه ولات تخدم صافي، دونك حنا راه الرجال راه في الهاويه ولا راه ما بقاتش. ماشي في الهاويه، علاش غادي تكون انت في الهاويه؟ مادام انك قريتي حتى نتايا على راسك وخدمتي وكافحتي راه غادي توصل حتى نتايا. ولكن بعض الناس اللي تلقى ما دار والو في الحياه، ما والو، عطاها الطوران وكذا وتتبان ليه بنتي سايقه طوموبيل تيقول لك واه هادو البنات هذا وكذا وكذا وكذا، هذيك الهضره. ولكن داكشي كامل راجع علاش بينا نقولوا واحد الاحساس بعدم الثقه في النفس، وفي نفس الوقت واحد الاحساس ديال الغيره ديال الحسد. هادشي اللي كاين. بالنسبه لواش مثلا جوج مزوجين، هذاك الشيء تبقى تلعب بالشخصيه نتاعهم بجوج وعلاش هما مزوجين. لا يعقل الصاد تجي انت مثلا توصل لواحد 30 سنه ولا 28 ولا 29 ولا 36 ولا يعلم الله، وتقول انه خصني نتزوج، خصني نمشي نقلب. هذا ما كايناش. داكشي تيجي من عند سيدي ربي الكريم، بدا تقلب زعما نتايا كذا، راه حتى هو داكشي مقدر له. ولكن باش تمشي بهذيك الفكره نتاع انك راه بغيت نتزوج هي باش نجيب وحده تريح في الدار وكذا، ماشي فكره. لانه حتى في الناس في زمان، العيالات في زمان ولات في الدواور كي تشوف دابا راه كان عندهم تما وظائف تيديروهم، اللي منها راه تيجمعوا الحطب، اللي منها تيديروا بزاف ديال الحوايج. راه داكشي اللي كانت تدير في الدار المراه راه هذيك راه خدمه. غير هو حاليا ما كاينش علاش هذه المراه عاد تبقى مريحه لك في الدار، لان واش عندك السياق تصبر، عندك ماكينه الصابون دابا اوتوماتيك، عندك كل شيء تقريبا، العافيه تجي وتورك، ما خصك لا حطب لا والو، ما خصها سميتو تولد ولد ولا جوج كاع الا كثرتي، لانه ما يمكنش تفوتهم. الله عند هذاك المده ديال الاولاد اللي يعني ما كاينش واحد يعني خصها حتى دير شي حاجه، حيت المراه فاش تبقى حيت من اخبث الحوايج هو الفراغ والخلوه. حيت مثلا بزاف ديال بحال مثلا نيت، انا ما نعطيو مثال مثلا بالشيخ صار فاش يقول لك مثلا المراه خصها تريح في الدار، راه فاش تعطي لواحد الشخص، لا راجل لا مراه لا انسان، فاش تعطي الخلوه يقدر يمشي فيها مزيان، يقدر يمشي فيها للخبث. لانه واش تبقى بوحدك تما تتولي تثبيت كل وقت، تثبيت تضيع الوقت باش تضيعهم، غالبا تتولي تمشي لشي حوايج اللي ماشي هما هذوك اللي منهم. تقدر تمشي تفرج في البورنو، تقدر تمشي دير شي حوايج، وداكشي فاش تكون المراه بوحدها في الدار وراجل غايب باش بقى المراه خدامه تبقى مكونسونطريه مع داكشي اللي كان تيعجبها واللي ديجا قرات واللي ديجا دارت. يعني هذه تعطي فيه، هذه تعطيك واحد، هذه تبان لك واحد النتيجه، وهذه تبان لك السيده تجي هي انا خاصها دير وديما حتى عندها واحد الهدف حتى هي بتوصل له. وفاش تكون انت مع مراه عندها واحد الهدف وانت عندك واحد الهدف وبجوجكم مقاتلين، ما تيبقاوش عندكم دوك المشاكل ديال لا هادي مسخه، لا هادي كذا، لا هادي بالعكس توليو عندكم مشاكل اخرى. هو كيفاش غادي توصل انت لهذاك الهدف ديالك، وكما هي بتوصل لهذاك الهدف ديالها، ما تيبقاش عندك باقي ديك اي حاجه راه مشكل. لانه المشكل الاكبر والعاوص اللي عندك هو انه توصل لهذاك الشيء اللي تقلب عليه نتايا، واللي تيخليك تموتيف، اللي تيخليك موتيف. وبالنسبه لواش الراجل تيخليوه خاضع ولا ماشي خاضع، داكشي تيرجع للبيرسوناليتي نتاع كل واحد. يقدر السيد يكون هو مشوسي، هو عزيز عليه شي وحده ساديه لا في التعامل لا في الجنس بجوج، بتجي تقول لي لا علاش انت دير هكا، هو تعجبو هكا، ولا تلقى العكس. و بليس كاين عاوتاني ما نهضروش ما نكروش بانه كاين واحد النوع نتاع البنات
تيمشيو بديك اللعيبه ديال انه راه خصها دير وكذا نتلاق وندي لي هادي وندي لها. ما تنهضروش على هذوك لي كا بحال هكاك ولا دوك لي كا ديال الرجال اللي باغي يتزوج ويعطو تتلقى سكران ويضرب مرتو ولا ديك الهضره، ولا شي واحد عاوتاني من دوك الناس الملتحيين تلقى غادي بواحد الطريقه قمعيه وغادي هذاك. ما تنهضروش على هذوك اللي تنهضروا على كعاديه ديال الانسان طبيعي في عقله. انهم يعرفوا الرجوله، وكتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. حتى في المدارس بغاو غير يسمع في المجال ديال العمل كلشي كيجي. بالنسبه للقضيه نتاع العمل والمدارس، ما نهار تنقرا اليومين هذا خدمنا الحمد لله وكذا وعايشين في المجتمع وفي السنقه، ما عمرني لاحظت هاد القضيه هادي. لانه التف كيفاش كنا كيتصرفوا معنا الاساتذه وكيفاش نتصرفوا ولا في الخدمه وكذا، ما تتلقاش واحد هكا بين هذا بنت خصني تتعامل معاه على اساس انه بنت في شي حويجات اللي شي حاجه اللي ثقيله، شي حاجه اللي كذا سي نورمال لانك انت راجل، شي حاجه اللي عاديه. مي في شي حويجات ماشي بجوج بحال ما تتلقاش. لا المجتمع تيفضل المراه ولا تيفضل الراجل، بكل شيء المجتمع شنو هو المجتمع تيتكون بين الراجل والمراه. دونك راه حنا راه خليط اللي حنا اللي تنتجو هذا الشيء في هذا المجتمع. ما عرفتش انا جات تيجيني هاد الهضره بحال هكا بحال تدوي في اتاك اون تيطان بلاني ديري لك واحد الصور وديري لك وعطيك افكار وديري لك واحد كاين شي منظمه هي اللي متحكمه لك في هذا الشيء. هو راه ما كاين حتى شي حاجه، راه حنا اللي خلقنا هذا الشيء. وحتى الناس اللي في التلفازه في السينما ولا في التلفازه اللي تيعطيو تيديروا افلام وتيديروا راه ما كاينش واحد تيقول ليه دير بحال هكاك، راه هو من راسو دير هو تبنى ديك الفكره جا حطها لك. كاينه مخرجه ولا كاتبه مثلا ديال لي سيناريو هي بتشبع بدوك الافكار وتحط لك دوك الافكار. كان واحد البيرسون واحد الشخص حتى هو رياليزاتور ولا سيناريست متشبع بهذوك الافكار غادي يحط لك هذوك الافكار. ولكن راه ماشي شي واحد اللي جا قال ليه دير ليا بحال هكا. جا الرجال باش يكون داك الرجل لطيف كيوت، ما بغاوش الراجل انه يفرض الكلمه ديالو، بغا كاين حر شفناه طليقي. المراه واحد شي حاجه زوينه ما بقاش عارف الصح من ديالهم. شنو هي الحبه الحمراء؟ انا في نص الدراري من الفيلم ذا ماتريكس، ولكن المعنى ديالها اعمق. الحبه الحمراء ماشي دواء، ولكن هي وعي، هي استفاقه. الحبه الحمراء هي ديك اللحظه اللي كتحيد فيها النظاظر وكتشوف العالم الحقيقه ديالو، بلا رتوش بلا تجميل وبلا اكاذيب. هاد الحبه باش تبي تشوف الحقيقه في العالم كيفاش داير ودابا تخرج من الماتريكس ما تشوفش المراه واش خدامه واش مسيطره، ما تفهمش هادشي. تتشوف هادوك الناس اللي تتلقاهم فايقين ولابسين كوستيم وكرافاطه وفايق كلشي مع 7 الصباح باش يمشي يتسابق ويطلع ويركب في التران ويستحام ويمشي على 7000 ولا 8000 درهم ولا 6000 درهم وتيمشي حياته كامله وما تيقدش يخرج من هذاك الشيء. الله يحسن العوان كنا تنحتاجوا الخدمه وكنا تنعيشوا هذيك الروتين، ولكن واش تقاتل باش تخرج من هذاك الروتين اللي تتعيش بحال فيه بحال الروبو ولا لا؟ تما هذاك هي فاش تاكل هذيك الحبه الحمراء وعينيك تتحل وتتشوف وتتفهم بانه كانوا ناس عبيد واحد الوقيته. هذوك الناس اللي عبيد حيدنا لهم هذوك السناسل من رجليهم من يديهم ولبسناهم كرافاطه وعطيناهم حاليا بيسيات ولا كانوا تاكتيل ولا كان ستيلو ولا ورقه وعطيناهم باش يديروا لنا شي حوايج بواحد الاجر مالي اللي ما عادش يقدك، لانه بيخصك فين تسكن وهذه عوض ما نعطيوك حنا دار فين غادي تسكن كانك عبد، ولكن ما عادش نخلصوك باش تاكل. دابا حنا غادي نعطيوك فلوس ولكن غادي نستثمروا باش تجي هذوك الفلوس تولدهم لنا عاوتاني انت باش تردهم لنا. بسيطه هادشي ما عندوش علاقه. يعني حنا فاش غادي تولي ما عادش نبقاو نديروا داك الاحتكار ديال الخدمه تبقى للراجل، لانه اليد العامله ولات قليله الا بينا نبقاو محتكرين داكشي بالنسبه للرجال. دونك راه خصنا الانثى حتى هي تخدم كما كانت تخدم بزاف ديال المجتمعات اللي ما تنهضروش حنا على في الوقيته فاش وقع داكشي في الانجليز الطوره ديال العيالات ولا داكشي. ما تنهضروش على من قبل. يعني كان واحد التعاون من زمان بينما ما يمكنش الصاد تجي هي المراه خصها تبقى في الدار قبل الوليديه ولا باقي ما عندك وليدات ولا هما وليدات وبداو تيكبروا والمراه ما تدير والو ما عندهاش شي حاجه في الدار اللي فريمون شي حاجه اش غادي تبقى قاعده تدير.
حسن اخويا تمشي دير شي بروجي ديالها ولا دير واحد الحاجه ديالها ولا تمشي تقرا دير شي حاجه تولي حتى هي شي عالمه في شي حاجه ولا شي دكتوره في شي حاجه. بالعكس مزيان. علاش انا بواحد النهار بغيت نولد بنت ونزوج هادشي واحد وحطها في الدار؟ علاش؟ ما عندها حتى معنى تنولي هنايا تنولي انايا اناني لانني تنولي تتحكم في قرارات وفي احلام ديال واحد البيرسون. الحبه الحمراء كطرح قدامك واحد السؤال: واش باغي تبقى ناعس وسط واحد الوهم اللي هو جميل، ولا باغي تفيق وتشوف الحقيقه المره؟ وباش ما تفهمنيش غلط، انا هنا ماشي باش نقول لك خاصك تكره المراه، ولكن انا هنا باش نقول لك باللي خاصك. نفس القضيه هذه نرجعوا ليها هنا. فاش غادي تزوج ولا فاش غادي تيكون عندك تعامل مع امراه في ايتها بلاصه، لا في خدمه لا في الدراسه لا في الزنقه لا في السويقه لا في ايتها بلاصه، وانت متشبع بواحد الافكار اللي عنصريه ضد المراه، اوتوماتيكمون غادي تكون تتعامل معها خايب. وحتى هي نفس القضيه، البنات اللي فيمينيست وكذا نفس القضيه، غادي تتعامل معاك خايب. يعني حنا راه ماشي في حرب، ولا راه هادو داروا لنا باش هادو يقلبونا وهادو يجونا بلاصتنا وهادو. راه ما تنساش هادشي، راه عندك الوالده، عندك خوتك، عندك بنتك، عندك كذا. راه انت ما غاديش تحارب مع امك ولا تحارب مع اختك ولا تحارب، راه ما تتحاربش انت مع مرا، تتحارب مع راسك، تتحارب مع خصني ندير شي حاجه. وحتى هذيك السيده اللي بتكون معايا تشارك معايا الحياه خصها حتى هي تكون بتدير شي حاجه باش نديرو نديفلوبو ونديرو شي حاجه، ماشي باش نبقاو مخاسمه انا لا درتي لي لا سكاي انت ما تهضريش سكتي ديري هادي. حتى انا خصني ندير ليه القلب، هو بيحكرني هو كراجل، تجي واحده اخرى تهمر لها راسو بنا نوليو بديك الهضره ديال الحومه واحد 4 سنين 5 سنين لا كثرنا ونقولوا الله يتهناك. حنا ماشي هادشي علاش تنقلب، حنا تنقلبوش على هادشي، حنا تنقلبوا على شي حاجه اكبر من هادشي راه مواضيع اللي تجيني انايا بانال، فهمتي؟ مواضيع اللي والو ما عندها حتى شي معنى، ماشي هادشي نورمالمون اللي خصنا نكونوا تناقشوه في هذا الوقت هذا. ماشي هادشي ما عنده حتى شي معنى في الاصل. الرجل اللي كيستأذن في مراته في كل حاجه بغى يديرها كيطيب. تستأذن راه بالريسبكت. انا بغيت نخرج، انا مثلا مزوج، بنخرج مثلا مع دابا مثلا العشرة تاع الليل هادي بنخرج، راه بغيت نقول بعدا ماني خارج ابار واش ولا ماني نضار ولا يكون معايا عشيري كاري انا وياه، هي كاري انا وياه خدامين ولا تنقرا وراه نقول لها عشيري راني خارج راني جاي عشيري هنا. او جوج الحوايج، اول حاجه هو انه فاش تكون معاك مرتك اول حاجه تستأذن لانه معاك في الدار وخصها تعرف بانك راه خرجتي. وثاني حاجه هو المعلومه اللي تعطيها على خرجتي، تقدر توقع لك شي حاجه، تقدر وفين غادي خصك تقول فين غادي ومع من كاين ومع من مشيتي، تقدر توقع لك شي حاجه تا نهار قدر الله جاو البوليس عندها ولا شي حاجه فينا هو فهمت، راه قال لي بغيت نمشي عند فلان وفلان وفلان وفي هذه البلاصه الفلانيه وبيمشي بيتقهوى هنايا صافي. يعني هادشي معلومات خصك تدلي بهم وتعطيهم وكاحترام، لانه انت هانيه تجي تقول لك انا راه بنخرج هنا ولا راه انا راه بنقدر نمشي عند والدي ديالي هنايا ولا شي حاجه، ولكن انت لا زيد وخرج. ولا كانت خاصها شي حاجه مريضه، خاصها شي دواء ما عندهاش الصوت، خاص شي بقضيه في الطب، تقول لك جيب لي معاك هادي. يعني شي حاجه اللي نورمال. بغيتي طيب عندنا بغيتي ترشق لك رشقات لي انا بغيت نصاوب طاجين كما كنت نصاوب تنقرا ولا تنكون قاعد ماني ندارنا وتنمشي نصاوب طاجين، تنوض بنغسل الماعن لامي، يعني التمر تاع بنوض نغسل لها بنرشقات ليا بنغسل لها الماعن كما حتى هي تتعامل معايا. راه دابا المشكل هنا ماشي في اش تدير ولا علاش بغيت نوض ندير هادي ولا علاش بغيت نطيب ولا علاش بغيت ندير هذا. باش تكون ساكن بوحدك علاش شكون بغى يطيب لك؟ بتجيب خدامه بطيب بطيب انت تجي امك بغيت نوض تطيب وتسيق انت لا ما سيقتيش وما طيبتيش راه بتبقى خانز، بتبقى ما واكلش ولا بدا تاكل في الزنقه والدار تولي زباله. هذه هي النتيجه اللي توصل لها. يعني فاش واحد السيده من تلقاء نفسها تطيب لك واحد النهار ما قاداش، واحد النهار ما مريضه، واحد النهار كذا، يعني عادي جدا الطيب. ولا انت تعجبك الطيب، كاين الدراري انا تنعرفهم تعجبه هو يطيب اصلا. علاش بيت انت واحد انا تعجبنا نطيب ولكن ما نبذذ على راسي ما نطيبش؟ علاش؟ طيب اخويا وعيش الحياه مع راسك وطيب وعيش انت ومرتك بيس. علاش بنبقى انا ديك اللعبه اللي انت راه خصها هي تكون بحال هكا وانا خصني نكون هكا؟ ما يمكنش ان نديروا هذوك الادوار، لانه هذوك الادوار يحتاجوا ما كانوش شحال هادي حتى ولاو وحنا اللي خلقناهم. ياب ولا كيغسل الماعن ولا عايش في واحد الدور ديال هو التابع، سماوها الشراكه. علاش تابع دابا ما فهمتش؟ واحد تيسيق الصاد تيسيق دار وصاحبي، واش انا مشيت شري الدار ومزوج وواحد النهار شق لي انايا بنسيق؟
بالنوض بالشقليه ما عندي ما يدار مريح كدا هكا تعلق مزيان ديك راش ندير انا راه نضرب شي تسيقه الصاد شهر 8 بنت برد لا ما خصنيش نديرها خصني نبقى صابر ونقولها هي تنوض وهي ما راش قاش ليها شحال من خطره انت تتكون نيتي بوحدك ولا شي حاجه بدات تمشي تجيب شي حاجه ما تقول ما فيهاش وراه انت يا انسان بزز الصاد نوض لا. ولكن في الحقيقه راه هي الخصي الحضاري، والمصيبه مع الاسف هو انه كاين بعض الدعاة هذا باش تسمى هاد اللقطه الخصي الحضاري. عرف شنو هي الخصي الحضاري عشيري؟ اللي كيشرحوا هذا الشيء كيبرروا هذا الضعف ديال الرجال وكيعطيوه واحد الصبغه دينيه. واش النبي كان يخيط ثوبه؟ واش هادشي كيعني انك تخلى على القوامه ديالك؟ عامل زوجتك بالحسنى، واش الحسنى كتعني انك تولي هي مسيطره عليك؟ خلطوا ما بين الرحمه والخنوع. كاين فرق بين مسيطره عليك وفرق بين تطيب الصاط. راه كاين فرق بين انه واحد اللي تيكون هو اللي حاكم الدار وبديك الطريقه الديكتاتوريه، وبين انه تتنوض انت بتنطيب. راه كاين فرق. هذيك تترجع للبيرسوناليتي نتاع كل واحد فيهم. يقدر راه دابا اللي ما تيفهمش بنادم هو انه يقدر يكون واحد البيرسوناليتي ديالو هكاك دايره حتى مع عشرانو تلقاه هو الضعيف فيه، وبدا تلقاه هو البيرسوناليتي هكاك دايره هو تيعجبو هكاك. راه كاين اللي تيعجبو هكاك اللي هكاك داير، وكاين اللي تكون هي قويه في البيرسوناليتي ديالها، وكاين اللي العكس. يعني داكشي تيلعب ماشي ما نقدروش نقولوا راه هي تدير ليه شي قالب باش يولي هكاك، ولا المجتمع ولا السوشيال ميديا ولا التلفازه. داكشي ما عمرو كان ما عمر التلفازه هي اللي تتحك فريمون دي ميساج يضربوا لانكونسيونس والعباد، ماشي بهاد الطريقه هادي. كاين المسلسلات تيبينوا لك راه تيشدوا لك داكشي اللي كاين في الواقع، لانه مثلا تلقى في حومتك نتايا شحال نتاع تعرف نتاع الناس، تلقى شي واحد يكونوا دراري صحابك مثلا وكذا، تلقى مثلا امو هي اللي حاكمه في الدار، ديك الهضره نتاع امو حاكمه في الدار ولا با هو اللي حاكم. كان داكشي تيرجع كما قلت لكم البيرسوناليتي، راه ما تيرجعش كيفاش. حتى دابا نهار تزوجوا تلقاو راسهم كريا واحد دابا واحد جوج فاش يتزوجوا راه تيكريو واحد القانون واحد ستيل في ديالهم كيفاش يعيشوا هما لقاو راسهم هكاك. يعني هادشي ما تيرجعش لانه راه حنا ولينا بحال هكا. راه هادشي راه من قديم الزمان، وكل واحد والبيرسوناليتي ديالو كيفاش داير. خلطوا ما بين اللين انك تكون لين مع الزوجه ديالك وما بين انك تكون ضعيف قدامها. نرجعوا للفلسفه ديال الريد بيل ونحطوها في ميزان ديال الشرع. المجتمع الغربي بدا كيكتشف مؤخرا مجموعه من الحقائق اللي تكلم عليها الاسلام قبل 1400 سنه في الفطره والبيولوجيه. دائما المجتمع الغربي اكتشف، يعني حنايا ديما تنشوف المجتمع الغربي هو اللي تكونفيرمي لنا الحاجه. يعني كون ما اكتشفهاش المجتمع الغربي وما عرفناش حنا واش حيت هادشي نورمالمون كاين، الناس داروا دراسات وفهموها، ماشي اكتشفوا ولا صنعوا ولا اخترعوا، عرفوا ماشي كونفيرماو ليك دونك صافي داكشي راه فري وهذيك الهضره وراه صافي حنايا راه عندنا الصح. علاش حنا ديما كمسلمين شي حاجه عندنا في الدين ديالنا راه اكتشفوها الغرب، وراه صافي راه بصح. يعني هما اللي كونفيرماو لنا داكشي هما، ايوا صافي. يعني اي حاجه يعني حنا هما يعني صافي تبعهم حتى في هادشي. علاش صافي هما عاد عرفوا كذا وتبعهم حتى في هادشي في بزاف د الحوايج. منين هما اللي عندهم السطح تيكونفيرميو لك دونك راه هما اللي عندهم السطح في كل شيء. والتفكير المراه ما كتنجذبش لذاك الرجل الضعيف. اكتشفوا ان المساواه المطلقه هي مجرد خرافه ودمرات الاسر ديالهم. ماشي ما تجذبش، راه حنا خصنا نفهموا واحد القضيه. راه كل واحد وكيفاش البيرسوناليتي ديالو، كل واحد واش تيعجبو. راه حنايا نجيو نجمعوا 10 تاع الرجاله وتقول لي شنو هو النوع نتاع البنات اللي بغيتي تكمل، النوع تاع البنت اللي بغيتي تكمل مع حياتك، كل واحد اش بيقول لي، وكل واحد اش بيعطيك، وكل واحد داكشي اللي تيعجبو كيفاش داير، لا في المونطاليتي، لا في الكور ديالها كيفاش داير، لا بزاف د الحوايج. ما نقدروش نعطيو واحد القاعده نقيسوها على كل شيء ولا تطبق على كل شيء. لكن الفرق
ان الغرب بدا كيفيق من بعد ما تحطم المجتمع ديالهم، من بعد ما انتشر الطلاق بشكل مهول وقليل اصلا اللي كيتزوج، والعلاقات ديال الزنا منتشره فيهم، اغلب الابناء اللي كيتزادوا بدون زواج. عاد بداو كيفيقوا كيقلبوا فين راه الخلل، ولكن مع الاسف ما عندهمش الوحي من عند الله الاسلام اللي يوري لهم الصراط المستقيم، وما عندهمش الشريعه، ما عندهمش شريعه الله الحكيمه العادله اللي غتحمي الطرفين. وحنا عندنا القران قال لنا الرجال قوامون على النساء، وعندنا السنه اللي هي حتى هي وحي من عند الله سبحانه وتعالى، واللي كتامر المراه انها تطيع الزوج ديالها. الدين ديالنا كيورينا طبيعه ديال التكامل ما بين الرجل والمراه. انه الطيع، هذا المعنى نتاع الطيع هو الاحترام، هو انه كما قلت لكم قبيله بتخرج دير شي حاجه سي نورمال خصها تقول لك كما انت خصك تقول لها. وثاني حاجه هو انه ما يمكنش مثلا دير شي حوايج لانه عندنا كمجتمع وكانها هي مقارنه بالفسيولوجيا نتاع الراجل هي ضعيفه عليه. دونك قبل فاش كان في العصر الحجري ولا في العصور الحروب ولا كذا ديما تتلقى الراجل هو اللي تيكون سابق، هو اللي تيكون في الحروب، هو اللي تيكون في بزاف ديال الحوايج. يعني سي نورمال هو اللي تيكون قوامون، هو اللي تيكون حامي نتاع العارين ديالو. يعني شي حاجه اللي عاديه حيت ديما تتخرج انت الاول، فاش تاليمينا تتكون هي الثانيه، لانه هي اللي تتحمي العارين، هي اللي تتحمي الاطفال، هي اللي تتحمي. من بعد فاش بداو تكبروا في السن تيولوا دوك الاولاد فاش تيكبروا تيولوا هما اللي تيولوا يديروا داك الدور ديال الاب نتاع انه هو اللي تيولي تيحمي، يعني لانه هو اللي تتولي عنده القوه ديك الساعات. الاب تيولي ضعيف صافي تيكبر. يعني شي راه راجع ماشي راه هكا خصها تكون، لا شي راجع للطبيعه، سيتو الطبيعه. لانه اذا تجي تشوف الحيوان تيبان لك هذاك هو البلان تاعهم كيفاش يتعايشوا، كما اننا حنا بالفطره تاعنا نتعاملوا بحال هكاك. يعني هادشي ما كاينش علاش غادي نبقاو حنا محاربين فيه وتنتناقشوا فيه وتنقولوا انت اللي غلط لا انا اللي غلط لا هذا اللي غلط وهذا الشيء راه كذا وهذا الشيء كذا. يعني حنا نخليو الطبيعه تعيشنا كما حنايا غادي نعيشوا معها بالفطره ديالنا صافي. يعني تولي انت حيت انت تمشي مثلا تجيب البوطه تتهز البوطه وتتهز هادي وتتهز هادي، داكشي اللي ثقيل وتمشي تدير وهي اللي تتكلف بانها مثلا بطيب حيت داكشي اللي شويه ساهل. يعني راه حنا تنحاولوا نوازنوا نديروا واحد ليكيليبر. يعني مثلا هي بالليل راه ما يمكنش تتم غاديه وخارجه، لا خطا اللي كانوا عندها اهداف اخرين. ما تنهضروش على الناس اللي نورمال كما تنقول من قبيله، ما تنهضروش على الحالات المستعصيه ولا الحالات الغريبه ولا الحالات الشاذه ولا تهضروا على الحالات اللي نورمال. لانه كبنت في مجتمع بحال ديالنا ما يمكنش تخرج بالليل، لانه كاين بنادم سكران، كاين بنادم شمكار، كاين كذا كاين كذا. يعني انت اللي غادي تخرج تقتل الاغراض. يعني اوتوماتيكمون راه داكشي ما غاديش نحتاج انايا باش نقول لها لا عندك تخرجي بالليل ولا ما نتفاهموا من هنا ما تخرج. راه هي راسها عادي داكشي كل واحد تيكون عارف الدور ديالو. ماشي ضروري انني نقول ولا هي تقول ولا باش نديرو. حنا تنفكروا في كما قلت لكم الدراري قبيله في حوايج اخرى اللي هما كبار. هادشي ما عندناش علاش غادي نبقاو تنفكروا فيه، لانه راه الطبيعه ديالنا تتحتم عندنا نكونوا بهاد الطريقات المعينين وكل واحد تيكون فاهم الدور ديالو. ماشي الصراع، ولكن مع الاسف كنتبعوا الخطوات ديال الغرب خطوه بخطوه. مازال كنسمعوا بزاف كيقولوا الاسلام يساوي ما بين الرجل والمراه، الاسلام يكرم المراه وكانه لا يكرم الرجل. كل شيء كيحارب الفكره ديال التكامل ما بين الجنسين، كل شيء كيحارب الفكره ديال ان هذا عنده دور وهذه عندها دور مختلف تماما. ومع الاسف الرجل المسلم الان تالف ما عارفش واش يمارس مختلف من ناحيتاش قياده ولا يتخلى عليها ويسكت. ما عارفش واش الحزم انك تكون حازم واش فرض عليك وخصك ضروري تكون حازم ولا لا ما خصكش تكون حازم. المسلم ولا كيعيش في صراع ما بين الدين ديالو الاسلامي وما بين مواقع التواصل الاجتماعي شنو كتفرض عليه. عايش تالف ما بين القران والسنه والصح. السوشيال ميديا ما عمرها تفرض عليك، لا انت اللي بيتيها تفرض عليك. حيت اخويا نقدر انا نتحكم في داك اللوغاريتم ديال الانستغرام ديال الفيسبوك، اش بغى يطلع لي اش ما بغاش يطلع لي نقدر ما نشوفوش ما ندخلش. لا خطا لا كانت عندي واحد شي حاجه في خدمتي انني خصني نطلع على داك الشيء
عندي يوتيوب انا اللي بغيت نختار اش بغيت نشوف، عندي جوجل انا اللي بنختار اش علاش بنقلب. يعني ما تقولش لي تتفرض عليا، ما تيفرض عليا حتى شي واحد، انا اللي تنختار. يعني انا واحد الانسان اللي هو تيمشي للانستغرام هو اللي اختار. ما كاينش علاش انا بنبدا تنقول داروا لي، ما دار لي حتى واحد، انا اللي اخترت. انا نقدر نعاون نعرف بانه ما خصنيش هادي وهادي وناناليزي، لانه احنا من اكبر المشاكل عندنا اللي خلقت لنا هاد الحوارات بحال هكا هو ما عندناش النقد، ما تنقدوش ناناليزيو ايتها حاجه دازت قدامنا نقولوا علاش وكيفاش وهادشي. لا، اي حاجه دازت قدامنا تنقولوا لها مرحبا، هذا هو المشكل اللي عندنا. وهادشي من المشاكل اللي خلى عندنا التعليم، اللي الناس اللي ناضوا تيهضروا عليه وكذا من هذا الشيء، لانه ما تيخليش ليك الوقت، لانه داخل قمع في المدارس الصغار وهذا الشيء، ولا تيخليك انك ما تسولش. وديما انت تقول لا، يعني ديما انت تولي اي حاجه قالت لك تتقبلها بدون ما تسول وتقول علاش وكيفاش، وهذا ما يكونوش عندك تساؤلات. حيت فاش تحيد لي التساؤلات وتتقمعني من هذا الناحيه، انا نولي ناكسبتي لك اي حاجه. يعني فاش تعطيني البليه الدروغه ديال السكرولين اللي تسمى انا دروغه من الدروغات نتاع السكرولين، يعني راه غادي تقدر اي حاجه شفتها راه غادي تدخل، اي حاجه شفتها غادي تدخل، لانني تدخل اول حاجه بواحد السرعه اللي كبيره، لان تنسكرولي ما تخليش لي حتى الوقت فين نقول علاش. وانا اصلا ما تنقولش علاش وكيفاش، ما تنسولش، حاجه عاديه. الصحابه والمثال ديال الاسره كيفاش خصها تكون، وما بين المثال ديال الاسره اللي بغاو يفرضوها عليك. ولكن الريد بيل الحبه الحمراء كتجي باش تقول لك يا اخي المسلم فيق، خاصك تفيق، لان الاسلام اعطاك الميزان ديال الشرع. القوه ما كتعنيش القسوه، والقياده ديالك كرجل راه ماشي تسلط، والقوامه فعلا امتياز، ولكن في نفس الوقت هي مسؤوليه. خذ الحبه الحمراء وما تخليهمش يقنعوك ان القوامه ديالك هي مجرد تكليف وماشي تشريف. لا، هي تكليف وتشريف في نفس الوقت، وكلما زاد التكليف زاد التشريف. الآن عرفنا بأننا عايشين في واحد الوهم، واحد الماتريكس، وعرفنا باللي خصنا الوهم قلتها قبيله ماشي في كيفاش بدات تكون الاسره، الوهم متعلق باي حاجه ايكونومي، لانه هادشي